سموحة والمصري، لقاء في مستهل أو في أواخر الأسبوع رقم 17 من الدوري العام لكرة القدم. بدأ في 1:03 عصرا وسط جو بارد في استاد برج العرب. اللقاء الذي يحكمه الحكم الدولي محمد معروف ومع الحكام المساعدين محمود رضا وصالح محمد، والحكم الرابع محمد يوسف، حكام الفار مصطفى عثمان وأسامة السيد. المصري وسموحة كانوا لعبوا مع بعض الموسم الماضي، آخر مباراتين لعبوهم يعني كانت أول مباراة في الأسبوع الثاني بين الفريقين وانتهت بالتعادل بدون أهداف. أما المباراة الثانية فكانت في الأسبوع رقم 19 من الدوري، وانتهت هذه المباراة بفوز سموحة على المصري 2-1. كان سجل لسموحة حمدي علاء ومروان حمدي في الشوط الأول في الدقيقتين 19 و38، وقبل نهاية المباراة ب4 دقايق سجل للمصري حسن علي. والطريف أن المباراتين دول كان حكمهم أحمد الغندور. مباراة النهاردة سموحة بيمثلوا في لقاء اليوم لحراسة المرمى الهاني سليمان، قدامه 4 باكات من يمين الشمال، محمد مغربي، أحمد حكم، أحمد شوشة، شريف رضا، 2 ديفندر محمود حليمي ودوكو دودو، قدامهم حسين فيصل، محمد سعد الفيومي ومصطفى سعد ميسي، وقلب الهجوم حسام حسن. أما النادي المصري فبيلعب طبعا سموحة بيلعب 4-2-3-1، إنما المصري بقاله فترة بيلعب 3-4-3. عندنا حارس المرمى محمود جاد، قدامه 3 زياد كمال، عمرو موسى، محمد دبش، قدامهم 4 في وسط الملعب كريم العراقي، حسن علي، اسلام عطية وحسين السيد، والهجوم 3 أيضا مروان حمدي ومعاه جريندو ومعاه عبدو يحيى. وزي ما قلنا حكام اللقاء، المباراة بدأت يمكن سجال بين الفريقين، وفي البداية كان في تحية ما بين كابتن أحمد سامي وكابتن حسام حسن مع جهازيهم كالمعتاد، والحكام أجروا قرعة اللقاء في جو مائل للبرودة. هو البداية في شمس في استاد برج العرب، لكن جو برج العرب قارس وبارد، وبدأت الشمس مع توالي المباراة. زي ما احنا عارفين اليومين دول نوة اسمها نوة الكرم، والطقس فيها شديد البرودة لدرجة ان في اماكن مع الرياح طلعت فيها بعض الاشجار. ويمكن مع الزلزال اللي تم في تركيا من يومين شاهدنا يمكن ما حدث الى شاطئ اسكندرية. ربنا يستر من تقلبات الطقس هذه الأيام. استمرت المباراة بين الفريقين في خلال هذا الشوط محاولات بين فريقين، لكن كانت الدقيقة 14 مهمة جدا في هذا الشوط. كانت في ركلة حرة مباشرة للنادي المصري من ناحية اليمين قبل منطقة 18 كده ناحية المقصورة الرئيسية، رفعها حسين السيد، على طول دخل عليها اسلام عطية بالرأس، تصدى لها ووضعها على شمال الهاني سليمان، مسجلا أول أهداف اللقاء. بدأت المباراة بعد منها رويدا يحاول نادي سموحة انه يهاجم، وفي الدقيقة قبل الأخيرة كان في ركنية من ناحية مدرجات المقصورة الرئيسية اترفعت، كان أقرب لاعب لها أحمد حكم، وضعها بالرأس لكن مرت بجوار القائم وندب حظه على هذه الكرة. الحكم محمد معروف احتسب 2 دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع، لكن أنهى بهم الشوط الأول لينتهي الشوط الأول والتقدم للمصري على سموحة 1-0 بالهدف اللي اتسجل بعد 14 دقيقة عن طريق رأسية إسلام عطية. الشوط الثاني بين سموحة والمصري من وجهة نظري الشخصية، أولا الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة اللي بدأ بيها الفريقين المباراة، لكني أجد كده الكورة يمكن التلتين الأولانيين من هذا الشوط كانت الكرة معظمها
في امتلاك وسط النادي المصري اللي قدروا ان هم يتحركوا بشكل جيد جدا. وظهر ان عبده يحيى مع المستقبل هيبقى فيه تفاهم بينه وبين مروان حمدي، ودي اول مباراة لعبده يحيى بعد ما انتقل من غزل المحلة للنادي المصري. وجهة نظري الشخصية، المصري تأثر كثيرا بغياب صاحبه المميز التونسي إلياس جلاصي المصاب، وكان له تأثير أيضا إيزي إيميكا لاعب الديفندر. الاثنين دول كان من وجهة نظري الشخصية تأثر كثيرا فريق نادي المصري، ولا سيما وانه كان ممتلك الكرة نسبة كبيرة في هذا الشوط. مروان حمدي أضاع الكثير من الكرات في هذا الشوط، ووقع في التسلل أكثر من 3 مرات. يمكن ضبطوا حكم المساعد الثاني اللي أشار إليه مذيع المباراة بأنه كان لعيب قديم، وقدر أنه هو يضبط التسلل. نادي سموحة من وجهة نظري الشخصية تأثر بتعديلات بعض الأماكن ووجود كابتن أحمد سامي العائد للفريق. لسه الفرقة كميتها ما مشيتش مع كابتن أحمد سامي، وأنا سعيد جدا بوجود مؤمن زكريا في الجهاز الفني، نتمنى له إن شاء الله التوفيق في عمله. عايز أقول إن التبديلات كانت يمكن نقول سموحة أشرك إلياسيلا وأحمد جمال وبنجامين بواتنج ومحمد عصام. أيضا نادي المصري أشرك محمد الفيومي وعماد بوبكر وعبد الرحيم دغبوم وأحمد شداد ورجب عمران. كان في إنذارات في هذه المباراة، إنذارين لكل فريق. كان حليم وحسام حسن خدوا إنذارين في الدقيقة 40 من الشوط الثاني. وكان النادي المصري حصل في الشوط الأول حسين السيد على إنذار في الدقيقة 17، وحسن علي أيضا كان حصل في الشوط الثاني. حسين السيد وحسن علي كان حصل على إنذار في الشوط الأول. وعلى فكرة حسن علي هو اللي حصل على لقب رجل المباراة. أضاع المصري أهداف كثيرة، ودائما بنقول الفريق اللي بيضيع بيستقبل، وبالفعل استقبل النادي المصري هدف من الكرة اللي اترفعت من الشمال، رفعها حسين فيصل، نزلت سقطت لقاها محمد عصام، خدها وانطلق داخل بعد خطوتين. لم يجد صعوبة في انه يضعها في المرمى، مسجلا هدف التعادل للنادي المصري. حاول لعيبة لنادي سموحة، حاول لعيبة النادي المصري ان هم يعودوا للقاء، ومحاولات في الدقائق الأخيرة ان هم يوصلوا للمرمى عايزين يفوزوا باللقاء، لكن بعد 4 دقايق وقت محتسب بدل ضائع وجدل ما بين اللاعبين وكلام. لكن من وجهة نظري الشخصية محمد معروف حكمنا الدولي قدر يدير اللقاء بخبرة مميزة جدا بين الفريقين. عايز اتكلم عن احصائيات هذه المباراة اللي انتهت 1-1. كل منهما صنع هدف، وده الهدف. التشكيلة مكتوبة على الورق 4-2-3-1 للفرقتين، لكني بأصر على ان المصري بيلعب 3-4-3. تسديدات على المرمى هنلاقي المصري 13، ودي يمكن نسبة كبيرة جدا، واكثرها لمروان حمدي اللي اطاح بكرات كتير، منهم طولات 3 كرات ما بين القائمين، منهم الهدف ومنهم كرتين مسكهم الهاني سليمان. في حين ان المصري سموحة لعب 10 كرات على المرمى، منهم كورة على المرمى. عايز اقول ان مروان حمدي النهاردة وحسام حسن هدافين الفريقين ما كانوش في حالتهم الطبيعية. لم توجد الا تسديدة واحدة اتصدت، كانت على سموحة.
ركلات الجزاء ما كانش فيه النهارده. تمريرات عرضيه كان فيه 23 تمريره عرضيه لسموحه مقابل 21 تمريره للمصري. الاخطاء 16 على المصري، سموحه مقابل 23 على المصري. تسلل على سموحه مقابل 5 تسلل على المصري. الركلات الركنيه كانت 5 لسموحه مقابل 8 للمصري. البطاقات الصفراء 4 للمصري و2 لسموحة. عدد اللمسات 713 لسموحة مقابل 607 للمصري. التمريرات 335 لسموحة مقابل 188 للمصري. قطع الكرات سموحة قطعوا 8 والمصري قطعوا 7. التصدي للاعب كان فيه 12 لسموحة مقابل 16 للمصري. التقاط الكورة هنا واحدة وهنا واحدة. التحديات كان التحدي بين اللاعبين 16 لسموحة مقابل 23 المصري. الاستحواذ كان لسموحة 54% مقابل 46 للمصري. ولو اني شايف ان المصري يعني كان تحركاته في الثلثين المباراة كان اكثر من نادي سموحة. معرفش جت الاحصائية دي منين، لكنها الاحصائيات اللي بتردنا من مواقع اللي بتسجل هذا الكلام. اذا المباراة انتهت 1-1. كان سجل المصري اسلام عطية في الدقيقة 13 وتعادل في الدقيقة 37 او الدقيقة 82 من الشوط الثاني محمد عصام لنادي سموحة. بكده بعد هذه المباراة يرتفع رصيد المصري ل 21 نقطة وأصبح في المركز التاسع. لعب 17 مباراة، فاز في 4، تعادل في 9، هزم في 4، له 16 هدف وعليه 18 ومن النقاط 21. يأتي سموحة ورا المصري على طول بأيضا 17 مباراة، فوز في 4 زي المصري، لكن سموحة تعادل في 8 وهزم في 5، له 12 هدف وعليه 14. الفريقين عندهم ناقص 2 من الأهداف. سموحة بعد المصري بنقطة ب20 نقطة. كده يبقى الفريقين أنهوا الدور الأول في وسط الجدول. ده كان تحليلي هذه المباراة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.